كبران تخاتلت مدبنا كما يوعلكم كما يحاضركم مساخم راديو دمص حرنت هاغراوتت وحدت كاب هاغرش ودن إزي راديو دمص حرنت هاغراو هدت كاب هاغرش ودن إيو كبران تخاتلت مدبنا مباري لو معلت عسران كلتن ميازيا خلتشحن 17 عامة مرت فرنجي ساعة حادة دحر قدري إنه مدبنا نجمر مدبنا مدبكم مدب دمص حرنت كاب هاغرش ودن اب 88 زركب كوينو كل غزي قدام كاب ساعات حد كساب ساعات كلته بخلت يوم علوان قنقطتنا زفنو مدبنا انه نجمر راديوكم رادينا راديو دمص حرنت هاغراو هدت كاب هاغرش ودن نعخم نقدسات تخاتلت مدبنا هاغراويان إرتراويان نخون فتوتي أقدستي زترغاغصو زينات نالقميكم اون مهارتن أقدستي بهلويان زيماتن ان اسنه كقربلكم كفتن ايو بمغصال مبار مسنا يلوم مدباتنا نمللاي داكل قدامايكم تلمود سمناو زينا بخناتات هاغرنان عالمنان زتوكر خونيوم قصيلناخا اقداسي ارستي ناي سلفي ديمقراسيز بإرترا مثل اناغهاسكاس مثل كتحتت قدامنيا سرعات هقدف مجلسي كنقرب إنا بمغصال زلوكم رئيتو حبريتا ناي سلامتا سناي مديات مجلس مزهلوكم بدرونا بتليفون 0766 سران حمشتن تسعان شدشتن حمسان شدشتن أربعة ويكا 0766 سران سلستن سفسان شعتن سلسان شدشتن غريتا كم اون 0710 سران كلتن سلسان سلستن سبعان حمشتن ويكا 0766 سلستن مئتن سمانيان شوعتن مئتن عسران شوعتن بدوال ويكا بإيميل دمص حرنت جيميل إلكم صحفكم كتحبرونا حنقو فايلنا نقبلو كتتا كتسمعونا مستدليو اب موبايلكم ون www.radio.nu اتيكم نغزيو كتسمعونا خم تخلو نحبرنا ناي غزيو كتتا اوستي نحنا مدبات كتاعتو مستدليو خا 030 126 10 عكاب هاغرش ودن كا وصايخا 0046 46 30 10 10 كدولو حنقفاي نبل دحرن فنوار دينا مجراشخا ملو تحستو اب حرنت اورج ويكا فيسبوك دمص حرنت كسمعو خم تخلو نحبرنا كسام موداتا مدبنا مساخ صنحو نعدمنا دحرق دقائق ابرس دينا خناتو اينا
أرئيست زينا علت عسران كلتن ميازيا خلت شحن 17 عامة مرت فرنجي هولاند سرعت أسمران سعبتون أب هولاند حفرة تقول بيهم جينا كا يصبيهم زلوا عقد داسي دبناهم زلوا سلفي ديمقراطيس بإرترا حبيرو أم نيزرلاند بزعبا نتفتات هقدف زملكت نأمباسادر إرترا أفتها جرز ركب منسترات نايتها كابينة ناي هاجر هولاند الزراري بومو إيطاليا منجست إيطاليان كاثوليكوي بيت كريستيان تكالات ناي هايمانوت كاثوليكن بحبار تسامعهم كاب مدبر سدتنياتات إثيوبيا 500 سدتنياتات كاب صومال كاب إرترا كاب دو السودان كوس دخم مخانهم أبسيرهم إرترا أبووني علي عبدو ناي منستر ناي زينا زنبري شيخ عبد الرحمن يوسف كابيت مأسرتي نسعى وزيوم إرترا أسمارا أب هاجرنا إرترا نحاد برميلنا ماي سسا نقفا 5 بس حيت فليتو جناب إرترا لنا إرترا بسم أبلات هاجراو دحنت ستان زفتم زمتان كتران أبلع الهزبي جنينو 5 الله تفليتو ناي مودة تازينانا كمتي أبز حلف زبلنايو اتمعزمزام ناي حاجتات مكلخال إرترا حجون ترى هزبي كاب قدنات التليفون نسدرابيت ناي بريسيدنت هقدف إنا دولو عقب بلولنا يبلوخم زلو منشتات ناي مدرخ حبيرا أموداتا بكبران تخاتلت مزبنا تفلت ودو زبلن قلين عشت حبريتان ونكلو نايلو مدب أقربتنا الدولوتن صحيح قلتات بقانقوا تغرينيا محمود اسماعيل كا بقانقوا عربينا سناي مكتتال زينا بزرزر بمجمرتا نخلهم هامنتي هايمانوت كريستنا زحلفة قدام ناي بعال فاسيقا زبعالنا زبعالكم حجون داقماي تنسئ يعطو سلوزلو رحوس بعال داقماي تنسئ بمبال سناي من يوتنا نقلص كم من محدار راديو دمت حرنت كاب هاقريش ودن سرعات أسمرا سعبتو أب هولاند حفرت تقول بيبهم جينا كالقوني صبيهم الله مبال 13 عامات أخيبا ناب أوروبا نوصعي سرعات هقدف زقلقل أكال بحبارنا دمسن تكبارن أب نيزرلاند هولاند زركوب إرتراويان بمتحبار أملا أوروبا زلو مقالستم أبرعينو نتكبارات هقدف زخون مذكرات زخنن مذكر سلفي ديمقراطيس بإرترا إزي قبائي نمكياد كنقاسقسو انكلو أبيد حلفت نيزرلاند نيرو إيو إزي حدا أكال نايتي تقاومو مالاختتات إيو إذا عمتاو ترخبو ناي منقست هقدف كم في من إساي ناي أب أسمرا زعاريدو زلو هزباو جنبارن ديمقراطيس فتحن محبر إيوم كاب علت 10 شوعات ميازيا 10 شوعات أب هولاند كتما فال ديرفين ككاد إيو تمدبو نيرو انتخني كدمل علواي أما خاري ديكتاتور سياس أفوركي يمانا قبر أب كم تزلو مدو من محدارو إيو ملوء بملوء تأكدو
ከተማ ቫልዲቫን ከንቲባ ንሱ ዝመርሖ ሽማግለ ኣብቲ ከባቢ እቲ ኣኼባ ዝግበረሉ ተሓሲቡ ዝነበረ ቦታ ይቃወሙ ኣብ ዝነበሩ ኤርትራውያን 100 ዝኾኑ ምስ ተኣስሩ ናይ ፀጥታ ሓደጋ ከስዕብ ብምስጋእ ብ14 ሚያዝያ እዮም ነቲ ኣኼባ ኣጊዶሞ ኣብ ዝርዝር ገበኛታት ዝሰፈረን የማነ ገብረኣብ ኣብቲ ኣኼባ ክህሉ እዩ ምስ ተባህለ ክሳብ 2500 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ኔዘርላንድ ወፃኢ ከባቢ ኤውሮጳ ኣብ 15 ሚያዝያ ናብቲ ቦታ ኣኼባ ክመፁ መደብ ከም ዝነበረ ዝርዝር ዝሕብር ጸብጻባት ማርቲን ፕላውንት እውን ተገይሩ እዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መንግስትታት ጀርመን ሽወደን ኖርዌይ ኢጣልያ ዋላ እውን ኔዘርላንድ ነዚ መንግስቲ ህግደፍ ኣተሓሳስባ መንእሰያት ንብብልሻው ዝጥቀመሉ ኣኼባ ከይድግፉ ከተሓሳስብ ጸኒሑ እዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብኣድራሻ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ንግስነት ኔዘርላንድ ኣቶ በርት ኦክ ኣንደርስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ እዚ መሳርሒ ወፅዓ ህግደፍ ዝኾነ ፌስቲቫል ኣብ ኔዘርላንድ ክጋእ ፈጺሙ ምርካቡ ዓቕሚ ሻቕሎትን ዘንጸባርቕ ናይ ተቃውሞ መዘክር ልኢኹ እዩ እዚ መዘክር እዚ ንሕና ሰልፊ ዲሞክራሲያዊ እዚ ተግባር እዚ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብኔዘርላንድ ዝመርሖ ዘሎ ፓርላማ ዝመርሖ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ ሕጂ ክእከብ ዝድለ ዘሎ ኣካል ንዝተዋህበ ብይን ተሪር መርገጽ መንግስቲ ኔዘርላንድ አንጻር ግዝሳት ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ኤርትራን ዝጸባእ እዩ ዝብል እምነት ኣሎና ብዝብል ትሕዝቶ እዩ ነይሩ መዘክር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እንደገና ሆላንድ መንግስቲ ኔዘርላንድ ብዛዕባ ህግደፍ ኣብቲ ሃገር ዘካየዶ ንጥፈታት ብዝምልከት ንኣምባሳደር ናይ ስርዓት ህግደፍ ጸዊዑ ከም ዘዛረበ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ሃገር ገሊጸን ነዚ ኣብ ኔዘርላንድ ፊደል ሆቨን ዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ዋዕላ መንእሰይ ህግደፍ ብዘጋጠሞ ተሪር ተቃውሞ ብደለይቲ ለውጢ ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዝተቋረፀ ኣይርስዓን ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ነበርቲ ኔዘርላንድ ድማ ድሕሪ ዘርኣይዎ ተሪር ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምምሕዳርታ ከተማ ነዚ ዋዕላ እዚ ደው ከም ዘበሎ ከብሎ ከዓ ተገዲዱ እዩ ኢጣልያ ኣብ ሮማ ዝርከብ ሓያሎ ገበርቲ ትካል ናይ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያንን መንግስቲ ጣልያንን ብምትሕብባር ኤርትራውያን ሶማልያውያንን ደቡብ ሱዳንን ዝርከብዎም ብሓደ ማሕበር ሰብኣዊ መተሓላለፊ ዝተባህለ ማሕበር 500 ስደተኛታት ንሃገር ኢጣልያ ከምፁ ከም ምዃኑ ኣበሲራ እዚ ማሕበር እዚ ንሓያሎ ሱርያውያን ተግቢሩ ቅድሚ ሕጂ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ግን ንመጀመርቱ ከም ምዃኑ ከዓ እቲ ዜና ይሕብር ምክትል ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ተግባራት ሰናይ ተግባራት ዝወሰደቶ ናይ ብሓቂ መጎስኣ ከም ዝገለጸት ኣብቲ ዜና ይግለጽ ኤርትራ ሼክ ዓብዱራህማን ዩሱፍ ኣቡኡ ንናይ ዜና ሚኒስተር ዝነበረ ሎሚ ኣብ ስደት ሃገር ኣውስትራልያ ዝርከብ ዓሊ ዓብዱ ብዕለት 18 ሚያዝያ 2017 ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወዶም ከም ዝወፁ ተፈሊጡ እዚ ምንጪ ኣዶሊስ ዝሓበሮ ኣቦና ሼክ ዓብዱ ናይ ኣምሮ ጸገም እውን ኣኽቲሎም ከም ዘሎ ክፍለጥ እንከሎ ጓሉ ንዓሊ ዓብዱ ግን ገና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘላ ከም ትርከብ ከዓ ይገልጽ ዝርዝርናቱ ምስ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኣዶሊስ ብምርኻብ ኣብዚ መጽእ ቀዳም ከነብርሆ ኢና ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ስሳን ኣቕፋን ሓደ ፊስቶ ማይ ሽየጥ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ሃገር ሕቶ ዝተማይ ፈቲሐ ኣለኹ ዝብሎ ዝነበረ ጃህራን ሓሰትን ብምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ብኣዝዩ ከቢድ ናይ ማይ ሕፅረት ወዲቑ ከም ዘሎ ካብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ ዘለዉ ምንጭታት ንመገሻ ኣብ ኤርትራ ጸኒሖም ናብ ዝነበሩ ሃገራውያን ዝተመልሱ ወገናት ከዓ ሓቢሮም ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ምናልባት ማይ ዘዛውራ መኻይን እንተረኸበ ክጽበ መስርዕ ሒዙ ከም ዝሓድርን ከም ዝውዕልን መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ብሰንኪ ስእነት ነዳዲ እተን መኻይን ክዞራ ኣይክእላን ከም ዘይተረኸባ
ምናልባት እንተ ተረኽባ ከዓ ዋጋ ሓደ በርሚል ማይ ክሳብ 60 ናቕፋ ከም ዝበፅሐ ነዚ ናይ ምኽፋል ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት ብፅምእን ርስሓትን ይሰቃዩ ከም ዘለዉ እዞም ምንጭታት ዝበልናዮም ኣተሓሒዞም ሓቢሮም ምስ ከምዚ ዝተሓዘ ብዙሕ ወፃኢ በሊዑ ዝተሃንፀ ዲጋ ገርሰት ጠቕሚ ክህብ ከም ዘይከኣለን ኣብዚ ከባቢ ምስ መስናዊ ዕዮታት ክካየድ ዝተመደበሎም መንእሰያት ናይ ሕርሻ ምሁራት መኺኖም ከም ዝተረፉ እቶም ምንጭታት እውን ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 2015 ዋጋ ሓደ ዱልዱል ብዕራይ ክሳብ 17,000 ናቕፋ በፂሑ ከም ዝነበረ ኮይኑ ኣብ 2017 ግና እዚ ዋጋ ናብ 7,000 ናቕፋ ከም ዝወረደ ይፍለጥ ናይዚ ምኽንያት ከዓ ቁጠባዊ ዕብየት ናይቲ ሃገር ኣብቲ ሃገር ዝዝርጋሐ ናይ ናቕፋ ብምጥፍኡ ብዘቃጠመ ቅልውላው ዝፈጥሮ ምዃኑ ከዓ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኤርትራ እንደገና ብስም ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ጸጥታን ዝፍጸም ዝምታን ክትራን ገኒኑ ይርከብ ራድዮ ሬና ከም ዝሓበረቶ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ጸጥታ ኢልና ዝብሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጸም ዘሎ ክትራን ዝምታን እናገነን ይመጽእ ከም ዘሎ ምንጭታት ራድዮ ሬና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም ብመሰረት እቶም ምንጭታት ዝለኣኹልና ሓበሬታ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ገንዘብን ንዝተሓወለሎም ሰባት እቶም ቀንዲ ግዳያት ናይዚ ብስም ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ዝፍጸም ዘሎ ክትራን ዝምታን ይኸውን ከም ዘሎ ኣስሚሮም ንሳቶም ከዓ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ ገንዘብ ዝሓወሉ ሰባት ብምክትታል እቲ ዝሓወልዎ ገንዘብ ብምሉእ ወይ ፍርቂ እንተ ዘይረኺቦም ክእሰሩ ምዃኖም ብምፍራሕ እዮም ዝዝርፍዎ ዘለዉ እዞም ብስም ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኣብ ክትራን ዝምታን ተዋፊሮም ዘለዉ ሰባት ደቀን ብስግርዶብ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሰገሩን ስድራ ቤተን እናተኸታተሉወን ገንዘብ እንተ ዘይከፊልኩሎም ክንኣስሮም ምዃንና ንምፍርራሕ ኣብ ህዝቢ ገንዘብ ይምንዝዑ ብምህላዎም እቲ ሓበሬታ ብተደጋሚ ብተወሳኺ የመልክት ኣሎ መብዛሕትኦም እዞም ኣብ ዝምታን ክትራን ተዋፊሮም ዘለዉ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ዝኾኑ ከም ዝኽእሉ ዘነጸረ እቲ ሓበሬታ ነቲ ኣብ ኤርትራ ፋሉል ከይዱ ዘሎ ምሕደራ እናተጠቕሙ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ዘይኮኑ ውልቀ ሰባት ኣብቲ ገበን ተሳቲፎም ከም ዘለዉ ከዓ የረድእ ኣብ ምሕዋል ገንዘብ ተዋፊሩ ዘሎ ነጋዳይ ምዞም ብስም ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ጸጥታን ዝምታን ክትራን ዝፍጽሙ ዘለዉ ሰባት ሓበሬታ ኣብ መሃብን ካልእ ይተሓባሩ ከም ዘለውን ምንጭታት ራድዮ ሬና ደጊሙ ኣገንዚቡ ኣብ ውሽጣዊ ተቃውሞታት ዝሰግእ መንግስቲ ኤርትራ በብእዋኑ ዘሰልጠኖም ዘሎ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ጸጥታ ኣፈቐዱኡ ተዘርዮም ከም ዘለዉ ክሳብ ኣብ ውሽጢ ኣብ ወጻኢ ንርከብውን ከም ዘለዉ ኸማን ይፍለጥ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ጸጥታ ከምኡ ድማ ኣዘዝቲ ሰራዊት እቶም ከምዚ ዝተጠቕሰ ገበናት ኣብ ኤርትራ ደረት ሓሊፎም ኣብ ዘለዉ ብልሹና ዝተሳተፉ ቀንዲ ተዋሳእቲ ምዃኖም ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ብሰፊሑ ይዛረበሉን ይሓምዮን ይውዕል ኣሎ ናይ መወዳእታ ዜና ስድራ ቤት ፕሬሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝተፈላለዩ ዜጋት ካብ ቴሌፎን ናይ ጎደናታት ምፍርራሕ ናይ ሕልና ግበሩ ፀውዒት ይካየደሎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብዕለት 11 ሚያዝያ 2017 ጀሚሩ ከምቲ ሰራዊት ሃገራዊ ድሕነት ዝበሎ ስድራ ቤት ፕሬሲደንት መላኽ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ዜጋታት ብናይ ቴሌፎን ፀውዒታት ምፍርራሕን ሕልና ግበሩ ዝፅውዕ ምሕፅንታ ይለኣኸሎም ምህላው ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም እዚ ካብ ዕለት 11 ሚያዝያ ጀሚሩ ክሳብ 16 ሚያዝያ ብጻዕ ዝተኻየደ ናይ ቴሌፎን ፀውዒት ናብ ወይዘሮ ሰባ ሃይለ ማለት በዓልቲ ቤቱ ንመላኽ ስርዓት ህግደፍ ከምኡውን ክልተ ደቁ ኣቶ አብርሃም ኢሳያስን ወይዘሪት ኤልሳ ኢሳያስን ዝተኻየደ እዩ እቲ ጻውዒት ምስ ፕሬሲደንት ኮንኩም ደም ሰብ ትሰትዩ ኣለኹም ገንዘብ ህዝቢ ትሰርቁ ኣለኹም ዝደልኹም ሰብ ተኣስሩ ትፈትሑ ኣለኹም ኣዴታት ደቀን ክስእና እንከለዋ ከዓ ኣደናይ ሓደ ሕልና ዘይምርዳእኺ ጨካኒ ዝገልጽ ንነብስኹም ኣብ ምቸት እናነበርኩም ህይወት መንእስያት ህፃናትን ናብ ከርተት ክፍረድ እንታይ ይስማዓኩም ኣቶ አብርሃም ኣብ ለይታዊ ትልሂት ሳዕስዒትን ንሰባት ምናልባት ተቋፂረዮ ኢትካ ክትፍደ ኢኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓሳባቶም ጽባሕ ንጎ ናብ ህዝቢ ክምለስ እዩ ዕጫኹም ከም ደቂዛ ቀዛፊት ክትከውን እያ ምስ ኣቦኹም ንፍርዲ ክትቀርቡ ኢኹም ዝብል ምንባሩ እቶም ምንጭታት ይሕብሩ እቲ ጻውዒት ኣብ ውሽጥና ወጻኢን ዝነበረ ኮይኑ ካብ ውሽጢ ሃገር ብናይ ህዝባዊ
تلفون صاوعيت كاب غدناتات كوصاي دما اب هاغرات سويدن جرمن بنبارو تحبيرو دحريتي نحمشت معلتات بزي مقراز استخايده صاوعيتات ارتلي نتن سلست قطرتات بلوك بمغبار كم زعصون زحبرو منጭታት مدرخ بركت زبلو انت اتن قطرتات موبايل يفلطو يوم زتباهلو ناي قربا محافظت قربتن سدرابيتن بريزيدنت إسياس مش حمشاي مدبر بوليس توسيدوم مرمرا يكايدلهم كم زلو خا تفليتو እቶም ሓፈሻው ጥርጣሬ ዝተታሕዙ 18 ሰባት መርመራ ምስተገብረሎም ብመጠንቀቕታ ካብ ቤት ማእሰርቲ 5 መደበር ፖሊስ ከም ዝወፁ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ካብ ኣስመራ ሓቢራ ሰለስተ ሰባት ግና ገና ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ከም ዘለው ከቢድ መርመራ ይካየደሎም ምህላው ከዓ ይፍለጥ ስድራቤት መላኽ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኣስመራ ንድሕነቶም ተባሂሉ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝጥቀምሉ ብርክት ዝበለ ቪላታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተታሒዙ ምህላው ዝገልጹ እቶም ምንጭታት ጽልኣት ህዝቢ ኣብ ልዕሊቲ ስድራ ኣብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸበደን ይመጽእ ምህላው ከዓ ይሕበር እቶም ኣባላት ስድራቤት ካልኦት መንእሰያት ህፃናት ከርተት ይብሉ ኣብ ዘለው ኣብያተ ማእሰይ ይሳቂዙ ዘለው ወለዶም ዘለው እዋን ብዘርእይዎ ብድዕን ስስዕን ኣብ ልዕሊ ልዑል ጽልኣቶም ኣሕዲሮም ምህላዎም ከዓ ይሕብር በላኽ ስርዓት ህግደፍ ፕሬሲደንት ከም ኩሎም ኣብ ኣፍሪቃ ምልካውያን ስርዓት እምነቱ ናብ ጸቢብ ትምክሕታውን ስድራቤታውን ምትእኻብ ይቋንዑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ከም ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ብመሰረቶም ምንጭታት እንተላይ ንነዊሕ እዋን ብዘይ ስራሕ ደስኪሎም ጸንሑ ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ናይ ፕሬሲደንት ኢሳያስ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ኣብ ምጽንጻን ከምኡውን ኣብ ናይ ስልያ ጸጥታ ስራሓት ተዋፊሮም ምህላዎም ከዓ ይፍለጥ ብዘይ ካዚ እቲ ፕሬሲደንት ንወዱ አብርሃም ኢሳያስ ብስም ስድራቤት ዝእከብ ዘሎ ዝበሃል ሚሊዮናት ፋይናንሳዊ ምንቅስቃስ ብንጥፈት ክዋሳ ይገብሮም ህላው ምስ አቶ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ገንዘብ ስድራ ኣብ ምእካብ ክሳብ 20 ሚሊዮን ዶላር ዝበጽሕ ኣብ ቀጠር ዘሎ ሕሳባት ኣብ ምሕዳር ቀረባ ይሰርሑ ምዝህለው ዝገልጹ ምንጭታት ኩሎም መልእኽቲ ኣብ መወዳእታ መድረኽ ናይ ዕምሮም ዕምሪ ስልጣኖምን ንኹሉ ሰብን ትካላትን ኣብ ምጥርጣር ይዘእቱ ናብ ጸቢብነት ትሕተይ ሃገራውነት ከምርሑ ታሪኽ ብምውካስ ዝገልጹ ምንጭታት ኣብ ኤርትራ ዝርአ ዘሎ ኣመት ምትእኽኻብ ስድራቤት ምዝማት ሃብትን ናይዚ ኣዝዩ ጸቢብ ምትእምማናት ዘጥፍእ ዘሎ ትሕተ ሃገራዊ ተርእዮ ምስክር ሓደ እዩ ይብሉ ሬድዮ ድምጽ መድረኽ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ስእልናይ ህሉ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ካብ ዝመስል ሕጂ ምስ ህቡብ ዮኑስ ኢብራሂም ቅድሚ ገለ ዓመታት ተሰዊኡ ግን እሱ ትማሊ ዝበሎ ማለት ኣብ ሰብዓታት እዩ ዝደረፎ ስሳታት ኩን ኸውን እስኪ ዛደርፍ እዚኣ ከጋብዘኩም ساب زي استوعل زي حسب الحنقل يوكن تزيز عارك عزم زي سبر بمرير ألعاب وكاتنيا جراف تراب
تحتنا زي جبر تعبيتني يو كفترة حسور مقوانا رسعو على الناي كراي تخدان جنزب زلوت أباي كبران تخطتلت مدمنا مباري مسجزي أزامدنا إزونام يونس إبراهيم كبلو دسنحي تقصي عبس الساتات 7 درفة لك حجون حالفوس لزلنا أقداس النوتو خصاب كندي كبيد مخانو خاء ولا مزي زيناتات كن وصنحنا زامدي مو صبغا استماعيركم تكونون دبلنا خاب حجي كاب زغصيلنا خا اتا ارستي زبلنايا مثل ناي حزبي زي زغاسس مثل كحتت اكالدو مسحقن تاشمن اغراچو زبل كاب حاده حبوب صحفاي اب ناي سلف ديمقراسي زوسدنايو خنسمعكم إنا أساس مثل زحتت أبز عارف سمون هاي تقول له كده كم كنت ناي سلا مسار حيث تقام له محبر من السياتو حمتاو فستيفال أب أوروباويت هاجر نيزرلاند كتما فيلدهوفن ككات تمديبو بناي هاجر تقول دايز ملكتهم أكلات كم تسرزة بزحات وجنات قليش أمايا منجسته كده هون سعراته تأمينه ينسلسلن يقرب من الله إذا ترغبوا خم ترى ترغبوا زينا زنكرت راح زي كونه لا بستفرالي وقالت أكيد تست من اختار تنزم حلالكون إيه إذا قطع عزم زي فشلت كده وتصيت أب حتصير كذي لا يستغاد قالس زي كونه نوح تعلن كيس الكخام قصالن أو تصيت كم زب صح زمسكرين أبز قالسي أنصار كده استسلفوا وقالت زحزوا مسمر قنعن بحبار كسرحوا دلوات كساب زخونون كم زعواتو انه اب نيزرلاند زلو ايرتراوያን ናይ ለውጢ ሓይልታት ኣራዊሶ ሞዮ ከም ጉጅለ ህግደፍ ዝኣመሰሉ ጸረ ህዝቢ ወጻዕነት ብሕጊ ዘይግዝኡ ወገናትን ዝተወሰነ ግዜ ያዕለቡጡ እምበር ንሓዋሩ እንዳታለሉ ሓቂ ደፊኖም ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ዘመልክት መልእኽቲ በስተረኽቦ ዝተላእክሎም ኣሎ ይመሃሩሉ ኣይመሃሩሉን ግና ንዓታቶም ይምልከት እንተ ህግደፍን ናቱ ባህሩ ዝውንን ካብ رؤي تمكروه كمهار زبتي كابز حليفو بزي مسلكاي انت اخوحكا زي كفتنا يفتح معصر كم زي اللي كابز فشلت القدف اب نيزرلاند تمرت موساد يكالي مزي بسزامة دي ناي حزب حيالنت ناي حزباو نعبي اقباب قالسي لعننا ناي ديمقراسي مؤززنتن زن صبار قلو اقاط اموني منقستات عالم بحفشاب في اللايكا اوروباوያን محدارات وديتاو أكايدا سرعات تقدف كام رداء حليفهم تكبارو قعقتو قبراو منقسقاس مجمارهم ناي منقس نيزرلاند تكبار بقع ملكتي ازي مجمار ندحريك كيم اللسن ناب كلهم دليت فتحي مخبار كل مساراتن كم زلحام ناي مقبارو عمام كا نحنا ناي ارتراوان حالا في النتي اب كل كرعات اسر احواتنا اب نيزرلاند كنسعب دما اوانا وعمام ايه وجله هقدف لمنتاي تفلطكم بالزبل يعقرقر الله اتزقرب دما لاتم منقست نيزرلاند من تسطاو هداتو من استوسده فتحاوس قمتي حساب كان اي مقلاصن مكابن حق منقستاو مثل زطحاسي وخبل قليصو نازي خصص زقرب زلو هقدف مخانو مسمع طرح زقرب من دسدنني معناتو هقدف حق منقست زطحس زي كورس هلاو حق منقست زي قبل فصوم ملكاو محدار سلازخونه منقست هقدف ناتو سلاين حبوب مسارحين انت زي كونكا ناب عدها مئتاو زنفتفت راح زي كونه مسموت كاو ناب عبد دبها قبل زي فقد مخانو ابقد من نفلط ايرتراو وغنات بزعبه حق منقستاو مثل كزارب انكلو بت حد وغن نعو اب تعزبت زودقو كخون انكلو بت خالو وغن دما تقجلا عين بيጫው ተሓጺቡ زحسو سرعات مخانو زرئي بترى الزراربا زرع هاي خاتعصت يبحال كابز حليفو ايش شرحي صنحي زبل مسلا ابون علنا سلازي قجله هقدف
ناتي هزبي زبله هزب كله مساراتو قفيفو عاب تحت كبرنت بزي في الله الجباب اندا جزء عاب أوروبا خوينو ناي مسل تحلق مسيلو كقرب كم تعترس مس من تاي قصار علما ناي تتحسبو زنبر مستأجد فستيفال انتاي كم زنبره كاب تمكرو ناي زحلف عامتات فستيفالات نقلكا مجمعاتو زتقم يكونن ماكلو مملس كامل كن مسعرار كوينو مصطا ناي سرعات اساسيرم زسلي عصوبات من المال ايرتراويان عوصا ديكتاتور سياسن كم املاخ زملخ منفس مسراطن اب ايرترا ناي عمل سلطنا وسيدهم تملسهم اب امباستات تمديبهم اب دياسبورا رعدي زفطرو دغاميندو مملمالن سرعات عوصاي كاب زنبرو ايرتراويان ገንዘብ ዝحبسلو ኩነታት مفتالن زامسلو እዮም ኮታን ዲሞክራሲያዊ ሰላምን ዝቃለሱ ኤርትራውያን ወገናት ንምጥቋስ ዝዓየ ናይ ስለያ ስልቲ ምስራጽ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ንህግደፍ ሓቀኛ ኣበራቱ ሸፊንካ ናይ ሓሰት ሕብሪ ቀቢእኻ ኣብ ቅድመ መንግስቲ ኣመላኺዕኻ ምቕራቡ እውን እያ ቅሬታ ኣብ ቅድመ መንግስታት ኣመላኺዕኻ ምቕራቡ እውን እዩ ነይሩ እቲ ዘገርም ከዓ ኣብዚ ሎሚ ዓለም ብመራኸቢ ኣዝያ ኣብ ዝተቃረበትሉ ሃገራት ምእንትናታተን ሕሳብ ኢለን ሪአን ከም ዘይረአያ ሸለል ክብልኦ እንተዘይደልየን ብውሱን ዓቕሚ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሕማቕ ዘመን ኩነታት ክትሓብእን ምፍታን ዕሽነት እዩ ፈንጠርጠር ህግደፍ እምበዓር ዓብይ መርኣያ ናይቲ ኣብ ማእከል ጎልጎል ኣነ ኩሉ ዝኽእልን ዝፈልጥን ዝብል እንዳሃጎጎየ ዝመጽእ ዘሎ ትምክሕታዊ ስልጣን እውን እዩ ካብ ልብና ሰሓቕ በየንክ መጸና ሰውን ንፋሱን ውን ይገላበት ይቀያየረና ክኢልናዮ ግን ዓደይ እንታይ ከንገበር ኣማራት ዘይብልና ሓወይ ምስ ጨከነ ጊዜ ምስ ሓሰመ ካባኽተ ፈሌም ስደተኛ ኾይነ ደመና ምፍልላይ ክቕልጠት ይወድነ ኣሕዋተይ ኣኪበ መጻኹ ዓደየ ዓደየ መላይ መላየ ዓደየ ዓደየ
كوران تخاتلت مدبنا بأري اتي والنام زخانه هبوب عندت عقباي عدلية كلنا عدناينا نبل نعدنا خاء ولا دقفت بضيف أبزهلو هلو زيادة أنا عدنا كم زي فتوى بقلبات يقعد والله ناتج أفتح خمسون سمع زرفدنا سلزي كابز مغتصان بار كوران تخاتلت مدبنا ناي تقرنيا مدبنا أبزي كنزازمينا حجي أمناي عرب مدنا منا خطوكم إياه سيداتي سادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا إذاعة صوت الحرية. إذاعة صوت الحرية بث إذاعي يأتيكم يوم السبت من كل أسبوع في الأوقات من الساعة 1 ظهرا إلى 2 بتوقيت السويد. إذاعة صوت الحرية على FM 88 أو على FM 88.nu. كما يمكنكم التواصل معنا عبر جيميل dimsaharnet@gmail.com وعبر تلفوناتنا من داخل السويد 03 12 61 090 أو من خارج السويد 0046 312 61090. إذاعة صوتية بأحدث الأخبار وتفاصيله وأجمل الأغاني الإريترية البناءة. أما الآن إلى الأخبار. إريتريا. نشطاء إريتريون يطالبون سلطات بلادهم بالكشف عن مصير آلاف المختفين قسريا لديها. أعربت تنسيقية يوم المعتقل إريتريا عن بالغ قلقها على مصير المعتقلين في السجون الإريترية الذين قالت بأنهم أبرياء اعتقلوا دون أن يعرفوا جريمتهم ولا يعلم أحد مكان احتجازهم في مخالفة صريحة لا أقل الحقوق والأعراف القانونية المرعية دوليا. وأوضحت التنسيقية في بيان لها أصدرته بمناسبة يوم المعتقل الإريتري الذي يصادف 14 من أبريل كل عام أن ما يزيد حالة القلق الشديد هو عدم اعتراف الحكومة الإريترية ونفي صلتها بحالات الاختطاف تلك. وأضاف البيان بناء على ذلك لا يعلم الأشخاص المباشرون الذين نفذوا هذا الاعتقال وما هي وظيفتهم حتى يتسنى لأي جهة ذات مصلحة المطالبة بملاحقتهم قانونيا، كما أنه لم تفسح
السلطات عن التهم المباشرة التي تتم في ظلها تلك الاعتقالات التعسفية، وفي نفس الوقت لا يعلم من هي الجهة التي تشرف على احتجازهم، وكذلك الجهة الرقابية على هذا الإشراف. وأكد البيان أن ما يزيد الأمر سوءا وتعقيد كون السلطات هناك تعاقب ذوي المعتقلين إذ جاءوا بحثا عنهم، وقد وصل هذا العقاب أن تعرض بعض ذويهم للاعتقال والاحتجاز الدائم. ولفت البيان الانتباه إلى أن الحملات الاعتقال التعسفي هذه بدأت بعد تحرير البلاد من الاستعمار الأسبي وانتقال الحكم إلى السلطات الحالية بقيادة الرئيس الحالي، وما زالت تلك الحملات متواصلة. وأكدت التنسيقية أن ما تعرض له المعتقلون الإريتريون في سجون السلطات الحالية من الإخفاء القسري الذي بلغ ربع قرن من الزمان من غير معرفة جريمتهم ومكان احتجازهم وتقديمهم للمحاكمة جريمة دولية يعاقب عليها القانون الجنائي، وتوجب تقديم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفيها خرق واضح لاتفاقية حماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري والتي لم توقع إريتريا عليها. وناشد البيان المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالضغط على النظام في إريتريا للتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بزيارة إريتريا، والوقوف على حالة حقوق الإنسان بصفة عامة وأوضاع المعتقلين بصفة خاصة. كما طالب التنسيقية بالضغط على النظام للكشف عن الأماكن التي يعتقل فيها سجناء الرأي والضمير في إريتريا. إطلاق سراح الشيخ عبد الرحمن يونس واجتماع عاجل للسفراء في أسمرة. أطلق السلطات الأمنية يوم الثلاثاء سراح الشيخ عبد الرحمن يونس الذي كان مقيما مع نجله وحفيدته لسنوات خارج الأجهزة العدلية والشرطية ودون توجيه تهم محددة أو محاكمات معلنة. الشيخ يونس الذي تجاوز العقد الثامن من العمر يعاني من أمراض الشيخوخة كان قد تم احتجازه مع أسرته عقب انشقاق نجل الوزير علي عبد الرحمن يونس علي عبده منذ سنوات، والذي قبل طلب كلاجئ سياسي في أستراليا. يذكر أن الشيخ عبد الرحمن كان قد قضى عدة سنوات في السجن مع عدد من الوجهاء، ولا تزال الطفلة سهام علي عبده حفيدة الشيخ مقيبة في مكان غير معلوم حتى الآن، وقد بلغت في هذا الشهر التاسع عشر، وتعتبر أصغر مقيبة إريترية في سابقة لا مثيل لها في التاريخ الإريتري الحديث. إعادة هيكل الحزب الحاكم الوحيد بالبلاد. أصدر الرئيس إسياس أفورقي قرار يتم بموجبه إعادة هيكل إدارات الحزب الحاكم الوحيد بالبلاد في الخارج والداخل. وفقا للقرار الذي كان قد أعلنه إسياس في يناير الماضي، فإن البلاد قد تم تقسيمها لثلاثة إدارات كبرى وإدارة للعمل الخارجي. وحسب الأنباء التي وردت من العاصمة أسمرة، فإن السكرتير العام للحزب الأمين محمد سعيد سوف يكون المسؤول الأول عن هذه الإدارات، بينما يتولى العميد حديش فريم إدارة ما سمى بالمنطقة الوسطى وتشمل العاصمة والإقليم الجنوبي، والعميد حمد كاريكاري لإقليم شمال وجنوب البحر الأحمر، والعميد تخل منجوس لإقليم عنسبة وبركة والقاش. وقد أسند العمل الخارجي للرجل الثاني في الحزب يماني قبرآب يعاونه وزير الخارجية عثمان صالح، ولم تتضح حتى الآن العلاقات البينية بين هذا الهيكل المستحدث وإدارة الأقاليم ورؤساء المناطق العسكرية. هذا يقلب العسكريين على التشكيل الإداري الجديد للحزب الذي تقلصت صلاحيات مكتب المركزي ولجنته المركزية لصالح مكتب الرئيس، علما بأن 90% من قيادة الحزب المنتخبة من مؤتمر نقفة في عام 1994 قد خرجت من المشهد السياسي بسبب الوفيات القامضة أو الاغتيال أو الانشقاق أو الاعتقال طويل الأجل. مقتل سجين في عدابيته وتفشي الكوليرا في مقتل حشفيراي. تفشى مرض الكوليرا في معتقل حشفيراي الواقع بالقرب من مدينة حجاز، مما استدعى نقل 21 معتقلا من مستشفى جلاس العسكري حسب التصريح الصحفي الذي وزعه مكتب إعلام جبهة الإنقاذ الإريترية. وأضاف التصريح في تفصيلات الخبر أن 3 على الأقل من بين المعتقلين قد لقوا حتفهم بعد أن رفض المحققون طلب الأطباء بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وذلك بدعوى أن التحقيقات لا تزال جارية معهم في التهم الموجهة إليهم، وأن خلافا حادا قد دب بين عناصر أمن المعتقل والأطباء الذين كانوا قد حذروا المسؤولين بأن رفض نقل هؤلاء إلى المستشفى سيعرض حياتهم للخطر. ومن جهة أخرى، وحسب التصريح، أن المواطن ميكائيل كوخيب المعروف بوريح لغي حتفه نتيجة للتعذيب الذي تعرض له على يد عناصر أمن النظام في معتقل عداء بيته سيء الصيت، وذلك يوم الاثنين 17 من شهر أبريل الجاري. وأشارت الأنباء الواردة من هناك أن السيد ميكائيل قد تم اعتقاله منذ 8 أيام نتيجة الاشتباه في النشاط في السوق الأسود في صرف العملات الأجنبية حسب ما تروج الحكومة. وقد أبلغ مسؤول السجن أسرته بأن ابنهم قد توفى فجأة، وأن جسمانه نقل إلى مستشفى حليبت ويمكنهم استلامه من هناك ودفنه. وبعد أن اطلعت الأسرة على الجثمان لاحظت آثار تعذيب شديدة في أنحاء متفرقة من جسمه، علما بأن المطالبة بالتحقيق أو صدور تقرير طبي عدلي غير معمول به في إريتريا. وقد أكدت المصادر وحسب التصريح الصادر بتاريخ 18 أبريل الجاري من الجبهة أن ميكائيل قد أري الثري يوم الثلاثاء 18 من شهر أبريل الجاري في بلدته عد بحره الواقعة بالقرب من مدينة عد خوالة. جيبوتي تتهم أسمر بالسعي لإطاحة حكومتها. اتهم سفير جيبوتي في واشنطن ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة محمد زياد دعالة نهاية الأسبوع الماضي الحكومة الإريترية باستضافة وتدريب وتسليح مجموعة جيبوتية بقرض الإمساك بالحكومة الجيبوتية ودعمها لحركة الشباب الصومالية المتطرفة والمرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي استهدفت دول الجوار بهجمات مسلحة. ونقل تلفزيون جيبوتي عن السفير دعالة قوله في كلمة له في جلسة بمجلس الأمن حول الوضع في الصومال إن بلاده قدمت معلومات ووثائق إلى لجنة المراقبة الدولية الخاصة بالصومال تؤكد مساعدة إريتريا لحركة الشباب. كذلك على الناحية الأخرى، ووجه السفير دعالة اتهاما آخر لإريتريا بشأن إعاقة عمل لجنة المراقبة التي شكلها مجلس الأمن الدولي لتقصي الحقائق حول الاتهامات الموجهة إليها، وعبر عن أسف بلاده العميق على عدم تعاون إريتريا وتحديها للقرارات الدولية لحل النزاع الحدودي مع بلاده، متهما إياها برفض تنفيذ اتفاقية حل النزاع الحدودي مع بلاده التي تم التواصل إليها بواسطة قطرية في 2010. إنشاء قاعدة مصرية على الأراضي الإريترية. بعد كل من إسرائيل وإيران والإمارات جاء الدور على مصر في إقامة قاعدة عسكرية على الجزر الإريترية، حيث أعلن التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر في بيان له تناقلته وكالات إعلامية محلية إن النظام الدكتاتوري في إريتريا منح مصر الضوء الأخضر لإقامة قاعدة عسكرية في الأراضي الإريترية، وبالتحديد في منطقة نورا من أرخبيل دهلك. وأشار التنظيم إلى مصادر داخل إريتريا سماها بالموثوقة أكدت سماح النظام الإريتري لمصر بإقامة القاعدة العسكرية المشار إليها، وقال إن الاتفاق جاء في عقاب الزيارة الرفيعة المستوى التي قام بها وفد مصريا إلى إريتريا في الأسبوع الماضي. وذكر التنظيم إن من المحتمل نشر ما بين 20 إلى 30 ألف جندي مصري في القاعدة المقررة. بهذا تصبح مصر الدولة الإفريقية الأولى والعربية الثالثة التي تبدي رغبة في إقامة قاعدة عسكرية في إريتريا، حيث تتواجد قوى ذات أحجام مختلفة لكل من السعودية والإمارات في الساحل الإريتري والصومالي، فضلا عن دول أخرى كانت أو ما تزال لها وجود ضئيل على الساحل مثل إيران وإسرائيل. وتأتي الرغبة المصرية في التواجد في الساحل الإريتري نتيجة لتأزم الوضع حول سد النهضة الإثيوبي الذي ترى فيه مصر تهديدا لأمنها القومي. وكانت إثيوبيا قد أرسلت إشارات تحذيرية إلى الدول التي تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية على المياه الإقليمية الإريترية من أن يستخدمها النظام الإريتري في عملياته الرامية إلى زعزعة استقرار إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي. وقال موليغيتال سودان تربيون إن محاولة القادة المصرية إلى وجود قاعدة عسكرية في أراضي إريتريا هو من أجل تخريب بناء مشروع السد الضخم في إثيوبيا من خلال دعم إريتريا التي ترعى عناصر معادية لإثيوبيا
وجماعة صومالية متحالفة مع تنظيم القاعدة. وأضاف أن مصر تتآمر مع إريتريا لإخضاع إثيوبيا الحرب بالوكالة مع عدوها إريتريا وجماعات المعارضة المسلحة المحلية وكذلك مع حركة الشباب. وفي الوقت نفسه وعلى الرغم من تقارير الأمم المتحدة المختلفة، رفضت إريتريا في وقت سابق الكشف عن أنها استأجرت أراضي للدول الأجنبية. النظام الإريتري يستجدي مساعدة الصين في تخفيف العقوبات الأممية. تقول إريتريا أن زيارة وزير الخارجية عثمان صالح للصين أبدت وعدها بإعادة النظر في قضية العقوبات. ذكرت الحكومة الإريترية في بيانها أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد مجددا أن بلاده ستثير قضية العقوبات المفروضة على إريتريا في الأمم المتحدة. وكانت إريتريا أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن قرار وزارة الخارجية الأمريكية في 30 من مارس فرض عقوبات على البحرية الإريترية استنادا إلى قانون يحظر بيع معدات عسكرية مع كوريا الشمالية. وجاء القرار الأمريكي عقب صدور تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي حول بيونغ يانغ. وردت في التقرير نسخة ثانية موثقة من المواد العسكرية ذات الصلة المصدرة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى إريتريا، وتؤكد التعاون المستمر في مجال التسلح بين البلدين. وفي ردها الحار على الولايات المتحدة، وصفت الحكومة الإريترية هذه الخطوة مضللة ومحاطة بالفشل. من المقرر أن يصدر تقرير جديد من فريق مراقبة إريتريا الصومالي بحلول 30 أبريل. نشطاء في كسلا يعربون عن ارتياحهم لإقالة العقيد مفتاح. أعرب النشطاء في ولاية السودان الشرقية عن ارتياحهم العميق لإقالة العقيد عوض مفتاح مدير المباحثة في الولايات الثلاثة، وطالبوا بإجراء تحقيق شامل حول ملف الاتجار بالبشر والتي تدور شبهات حول علاقاته بالعقيد وأعوانه. فقد أكدت مصادر حسنة الإطلاع أن الحكومة السودانية أصدرت قرارا عاجلا بإقالة العقيد مفتاح على غير العادة المتبعة لإقالة الضباط الكبار، وتكوين لجنة من كبار ضباط وزارة الداخلية السودانية لتحقيق مع العقيد حول ملفات غير معلومة حتى الآن، إلى أن ملف الفساد المالي والإداري والتعاون مع كبار مهربي البشر سيكون من بينها حسب تلك المصادر. وتفيد الأنباء الواردة من ولاية كسلا أن العقيد المقال له ضلع كبير في التعاون مع كبار تجار البشر وبالإيقاع بالكثير من سوقار المهربين زرع للرماد، كما أن العقيد بحكم نفوذه كان يؤثر على شهادات الشهود من اللاجئين في المحاكم السودانية من خلال احتجازهم في مقر المباحث المركزية بالولاية، والذي يقع شمال المقر الرئيسي للشرطة بولاية كسلا. حسب تلك المصادر التي تتابع الملف عن قرب، والتي أكدت تأثير العقيد على قرارات المفوضية السامية للشؤون اللاجئين في الولايات الثلاثة كسلا والقضارف وبورسودان، ومعرفة خططها مسبقا من خلال المتعاونين داخل المفوضية. كما تدور الشبهات حول دور الرجل في تسهيل إفلات كبار المهربين من العدالة، مثيرا لحالات هروب سجلات لمحكومين بالإعدام والمؤبد في الولاية. العقيد مفتاح بحكم موقعه المهم كان يشارك في كل اللجان التي شكلت سواء من قبل المركز أو الولايات، وقد زار جنيف ضمن لجنة متخصصة في محاربة تهريب البشر في وقت سابق من هذا العام. سقوط العقيد مفتاح سيكشف عن الكثير من القضايا الشائكة داخل هذا الملف حسب توقعات النشطاء التي تشترط الشفافية في التحقيق ونشر نتائج حسب رأيها. إيطاليا تستقبل دفعة من اللاجئين تحت راية مشروع ممرات إنسانية. تحت راية مشروع ممرات إنسانية الذي تتبناه الحكومة الإيطالية وعدد من الجمعيات الأهلية في البلاد، أعلنت جمعية سانت إيجيدو الكاثوليكية في بيان رسمي لها أن 500 لاجئا سيصلون إلى مطار روما الدولي ليوناردو دافنشي. وأوضح بيان الجمعية أن اللاجئين سيصلون من إفريقيا إلى إيطاليا، وهذه أول خطوة تقوم بها من إفريقيا، ومن قبل كانت من سوريا ودول أخرى. بموجب المشروع كان قد تم من قبل بالاتفاق بين الحكومة الإيطالية وجمعية سانت إيجيدو الكاثوليكية سوف استقبل حوالي 1000 حالة لجوء خلال عامين من لبنان والمغرب وإثيوبيا ودول أخرى. وقالت الجمعية في بيانها إن المشروع لم يعد مجرد تجربة بل واقعا ملموسا، حيث يسمح لأناس فروا من الحرب
ومن ظروف ضعف بالوصول بأمان وبشكل قانوني إلى إيطاليا، وذلك دون المخاطرة بحياتهم في البحر المتوسط. وأضاف البيان إن المشروع يمثل نموذجا يمكن الاقتداء به من ناحية الاستقبال والاندماج، والذي أصبحت تدرس تنفيذه الآن بلدان أوروبية أخرى. يوم المعتقل الإريتري. مقالنا بعنوان يوم المعتقل الإريتري. ينشغل معظم النشطاء الإريتريون السياسيون منهم والمدنيون والإعلاميون في يوم 14 من أبريل بالمعتقلين الإريتريين تذكيرا للإريتريين وغير الإريتريين ليتضامنوا مع المعتقلين وأسرهم. وتأتي خصوصية هذا اليوم لأنه شهد حملة اعتقالات واسعة وتدشين عهد جديد من التنكيل بالشعب الذي سيستمر لأعواما قادما في أكثر من مدينة إريترية. وفي وقت كان الشعب الإريتري في قمة إحساسه بالنصر والمساعي الحثيثة لتضميد جراحات النضال ومرارة 30 عاما من الفقد والحرمان. حملة الاعتقالات هذه اقتصرت على طليعة المجتمع الإريتري وخاصة المثقفين منهم وعلماء الدين ومعلمي المدارس. حكومة الجبهة الشعبية حينما قدمت على هذه الخطوة كان القرض منها كسر شوكة في إريتريا ومنع تقدمهم وحجزهم لأماكن متقدمة في الدولة، ولأن معظم الذين تم اعتقالهم في هذه الحملة هم معلمون مدارس ومثقفون، فكان خطرهم يتعداهم لخلق جيل جديد مثقف واعي ومدرك لأهمية مستقبله ودوره. لذلك رأت فيهم حكومة بلادهم خطر جسيم يجب استئصاله. حدثت حملة الاعتقالات هذه بعيد الاستقلال بشهور قليلة مع صمت رهيب لمن لم يمسهم سوء الاعتقال بشكل مباشر،
ثم تلتها حملة أخرى بعد أقل من عامين لتستهدف ما تبقى من نفس الفئة والمكون الثقافي. وككل الدكتاتوريات كلما طال أمد حكمها انكمشت على نفسها وطالت يدها كل من لا تحس أنه يشبهها لتطال في العام 2001 نفس حملة لاعتقالات شخصيات متقدمة في الدولة الإريترية من وزراء ودبلوماسيين وصحفيون، وكانت جريرتهم أنهم طالبوا بخلق دولة إريترية تشبه الشعب الإريتري، دولة حرية وعدالة وقانون، دولة تشبه تضحيات هذا الشعب المعطاء. ثم تلتها حملة اعتقالات واسعة في نهاية العام 2005 لتشمل أيضا شخصيات معروفة مؤثرة في المجتمع الإريتري، ويقلب على ضحايا هذه الحملة أيضا نفس المكون الثقافي الوارد في عالي. وأخيرا حملة واسعة النطاق في مطلع العام 2013 على خلفية محاولة انقلاب على السلطة لم تكل بالنجاح، راح ضحية هذه الحملة من الاعتقالات كل من يشك أنه على علاقة بمنفذي العملية، ووصفها النظام الإريتري يومها بالعملية الإرهابية المدعومة من جهات خارجية، وشملت آخر من تبقى ويدعم التنوع الشكلي من قيادة التنظيم الحاكم والوحيد في البلاد. الآن بعد مرور 25 عاما من حكم الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، سابقا الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، الاسم الحالي يواجه الشعب الإريتري في إريتريا واقعا لا يمكن أن يخطر على بال الإنسان الجسام. وحرب التحرير التي دامت 30 عاما حصدت آلاف الشهداء وخلفت أعدادا مهولة من الجرحى ودمار في الأرض والبنية التحتية وتهجير إنسانها، والذي ما زال السواد الأعظم منه لم يعد حتى اليوم، لأن السلطة الوطنية التي ورثت الاستعمار لديها من أساليب التمييز والقهر ما يشابه أسلوب المستعمر الذي هرب منه المواطن، ما يجعل من قضية المعتقلين في إريتريا من أمهات القضايا الوطنية. أن الاعتقال يتم بشكل تعسفي وخارج أطر القانون، ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنه لا يوجد دستور في إريتريا، وأن البلاد تحكم بقوانين يضعها الدكتاتور وهي غير معلنة في كل الأحوال. مؤخرا متى ما ظهر الرئيس الإريتري في التلفزيون يوعد الشعب بالدستور القادم، مع الإشارة إلى أن التلفزيون الرسمي هو القناة الوحيدة في البلاد بجانب صحيفة وحيدة لسان السلطة المستبدة تصدر باللغتين الرسميتين في البلاد، اللغة العربية واللغة التجرينية، والأولى مهددة بالانقلاق لانعدام قراءها، لأنه ما بين مهجرين معتقلين، ومن تبقى هو ضحية الثقافة الأحادية التي يتبناها النظام الحاكم للبلاد. يمكن أن يواجه المواطن الاعتقال تعسفي وفي أماكن غير معروفة ولأسباب غير معلومة، ويواجه هذا الواقع بكل بساطة وبصورة يومية. وأسر المعتقلين واحدة من أعظم مصائبهم، لا يعرفون فيما اعتقل زويهم وأين أماكن اعتقالهم. وفي حالات نادرة تم تسليم جسامين بعض المعتقلين وطلبت منهم السلطات دفنهم في غير مواكب رسمية للدفن كما هي العادة لدى جميع البشر. والحالات البسيطة التي تم الإفراج عنها معظمهم فاقد للذاكرة أو مصاب بالجنون لفرط التعذيب والظروف اللا إنسانية التي كانوا معتقلين فيها. في إريتريا يعتقل المواطن العادي لأنه هرب من الخدمة الوطنية غير المعروفة مدة الانتهاء، ويعتقل إذا شك في أي انتماء له خارج انتماء السلطة، بل تلزمه الدولة أن يعلن عن انتمائه المطلق للسلطة وأن يبارك كل ما تقوم به، وملزم أن يقض الطرف عن ممارساتها السلبية، بل أن يبررها في كثير من الأحيان. لذا عادة الكثير من الإريتريين يتحاشون كل ما من شأنه أن يجمعهم بالحكومة في أمر مشترك، ولذلك توقون للحصول على أي وثيقة سفر أو هوية غير الإريترية حتى تباعد المسافات بينهم وحكومتهم. ومع كل هذا يمكننا القول أن الشعب الإريتري ونشطائه السياسيون والمدنيون والحقوقيون يقفون بكل ثقة واقتدار إلى جانب الحق المطلق في العيش بكرامة وحرية، والانعتاق من الحكومات المستبدة، وتفويت فرصة تفريق بين أبناء الشعب الإريتري التي يتبناها النظام الدكتاتوري
كما أن التضامن مع المعتقلين هو واجب إنساني يمليه الضمير الإنساني القويم بغض النظر عن خلفية المعتقل الدينية أو الثقافية، بما أنه اعتقل خارج القانون والأطر الرسمية المعترف بها من قبل الشعب. كلما يأتي هذا اليوم نذكر أنه لا شيء أسمى قيمة من الإنسان نفسه بما يتعلق بالوطن، فلنجعل هذا اليوم يوما إنسانيا مطلقا، ونسعى أن نكون الضوء الذي سرق من عيون المعتقلين كل القضايا التي هي محل خلاف مع نظام آتي أو النهى، ولا شك وهذه النتيجة الحتمية للصراع الحق والباطل. ولكن قضية المعتقلين الإريتريين هي قضية إنسانية ملحة، وهي من أمهات القضايا الإريترية. أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن ولا السجان باقي. أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن ولا السجان باقي. وإذا الفجر جناحان يرفان عليك، وإذا الحزن الذي كحلاتك المآقي، والذي شد وثاق الوثاق، والذي بعثرنا في كل وادي. فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي، فرحة نابعة من كل قلب من كل قلب يا بلادي. أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا، مع النور التقينا. أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا، مع النور التقينا. التقى جيل البطولات بجيل التضحيات، التقى جيل البطولات بجيل التضحيات. التقى كل شهيد قهر الظلم ومات، التقى كل شهيد قهر الظلم ومات، بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات. أبدا ما أنت يا سوداننا يوما أبدا ما أنت يا سوداننا يوما علينا بالذي أصبح. كنا مع فناننا الكبير محمد وردي أغنية وطنية عن الشهداء. وهذا نكون قد وصلنا إلى آخر برامجنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في قناة الإذاعة على اليوتيوب صوت الحرية. هذا واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعدو بالريح فتختال الهوين يا بلادي من كل يا بلادي. فرحة نابعة من كل يا بلادي، فرحة نابعة من كل